ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. برج الدلو أو عزيز الدلو أو من يحمل اسمه رقم 4. يا بطل الأبراج الهوائية أيها الدلو، ويا عقل المستقبل والذكاء والتخطيط العالي كله، افتح لي مخك بقى كده على الآخر وجهز لي نفسك، لأننا هنتكلم إن احنا داخلين على سنتين من أقوى سنين العمر وأعمقهم. أنا هحاول أعمل لك قراءة فخمة تليق بالدلو. دخول المشتري لبرج الأسد يوم 30 يونيو القادم مش هتعدي مرور الكراع في الفاضي، ده هيحصل بالظبط في الوش قبالك أيها الدلو. المشتري داخل بيتك السابع في المواجهة، في الوش على طول، في المقابلة المباشرة لبرج الدلو. طيب برج الدلو السنة دي والسنة اللي بعدها مش برج عادي أساسا، ولا بيمر بأيام تقليدية كالعادة. الدلو جواه كوكب بلوتو، كوكب بلوتو عندك أيها الدلو ومطول شويتين. طيب بلوتو هو كوكب التحول الجذري العنيف. يعني في تحول جذري؟ في تحول جذري. في فعلا يعني تغيير، في تغيير، اقر واشهد واعترف. طيب كوكب الهدم من اجل البناء، يعني حاجات هتتهد عندك علشان في جديد، وكلنا عايشين المخاض اللي احنا فيه. طيب ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ كوكب السلطة الخفية، الولادة الجديدة، موت من أجل الولادة، من تحت الرماد بعد الاحتراق. كوكب تغيير المصير وتغيير المستقبل بالكامل من جوه لجوه. احنا كده قدام مشهد فلكي مهيب، لوحة مرسومة بشكل غالي أوي. جوبيتر المشتري كوكب الفرح والمرح والصحة والسعادة والسرور في برج الأسد، عامل زاوية مقابلة ومواجهة صريحة مع بلوتو اللي قاعد في برج الدلو. يعني بالبلدي كوكب السعد والأرباح، أكبر حاجة في الفلك بتقول إن ده كوكب المكاسب، واقف بطوله في بيت العلاقات، في بيت الشراكات، في الوش وفي المواجهة مع كوكب التحول العميق، كوكب الزلزال النفسي اللي قاعد في بيت ذاتك وشخصيتك ونفسك أيها الدلو. وهنا احنا بقى مش بنتكلم خالص عن سنة علاقات عادية، ولا سنة مقابلات عابرة، ولا سنة حاجة كده والسلام. لا، دي سنة مواجهة كبرى ومعركة فخمة بين الأنا وبين الآخر، بين إرادة الدلو الجديدة والشديدة اللي بتتولد من أول وجديد، وما بين أي حد واقف قصاده في الدنيا، سواء كان شريك حياة أو زوج أو زوجة أو حليف بيزنس، خصم، منافس في الشغل، جمهور، متابعين، عقد عمل، جهة قانونية، جهة مهنية بتتعامل معاه. بالنسبة لبرج الدلو الأسد بيمثل البيت السابع، بيت الزواج وبيت الشراكات المهنية وبيت العقود والمواثيق وبيت العلاقات المباشرة، بيت الجمهور اللي في وشك، بيت الخصوم. لوتس، أنا الدلو، لوتس فراور، ماشي اوكي، احنا بنتكلم في الدلو اهو وهندي الدلو حقه. تحياتي لكل من هو دلو او اي برج تاني بس اسمه بيحمل رقم 4، الكلام ده له. بيت الاعداء المعلنين او الظاهرين اللي بيلعبوا معاك على المكشوف يا باشا،
والناس نانا شكرا للتحية، والناس اللي مستحيل تقدر تتجاهلهم او تطنشهم في دنيتك، لانهم ببساطة واقفين قدام عينك وجها لوجه، فيس تو فيس. ولما يدخل بقى المشتري البيت ده فهو جاي يوسع لك وجاي يضخم لك وجاي يكبر عالم العلاقات بتاعك على الاخر. يعني ممكن يجي لك السنة دي والسنة اللي بعدها، مثلا خلينا في نص 26 ونص 27، جواز فجأة وارد، شراكة بيزنس العمر، يعني مش هيبقى اي بيزنس، وارد، عقد شغل فخم، مصالحة بعد جفاء وسنين خصام، وارد. الله، تعاون مشترك، ظهور طاغي امام الناس، علاقة جديدة، علاقة مهمة هتشيل وراها اثر كبير ومصيري في مستقبلك ومصيري على مستقبلك كله. طيب بس لان برج الاسد في وشك ومقابل برج الدلو، فالموضوع مش هيعدي بهدوء وسلام 100%. يعني لازم يبقى فيه كده كتف قانوني، عشان ده بلوتو برضو في الاول وفي الاخر. طيب احنا اتفقنا ان بلوتو كوكب البناء، الهدم من اجل البناء، كوكب الموت من اجل الولادة، كوكب التحول الجذري، التغيير الشامل. مش هنخاف منه احنا، بس القصة كلها ان المشتري بيوسع وبيضخم وده بيغير. يعني التغيير مش هيبقى تغيير بسيط ايها الدلو، التغيير هيبقى تغيير جامد شوية، فانت لازم تبقى فاهم ولازم تبقى مستعد. انا عن نفسي حصل ده، حصل بشكل يعني يوجع، بس عشان فاهم ما اتوجعتش وعرفت ان انا اقوم تاني. طيب المشتري بيفتح لك ابواب الخير والفرص، نعم، بس بيفتحها لك من خلال طرف تاني، من خلال الاخر، من خلال الشريك. الدلو السنه دي وهو معاه كوكب بلوتو في برجه وبيته الاولاني عاوز يستعيد سلطته. ده الدلو، ايوه، عايز يستعيد هيبته لنفسه بالكامل، عاوز يتحرر من كل القوالب القديمة، عايز يتحرر من كل القيود اللي خنقته بقالها فترة، عاوز يقف ويقول للكون وللناس انا ما بقيتش الشخص القديم الطيب اللي كنت تعرفوه، انا اتغيرت تماما. فيقوم بقى يجي لك المشتري من برج الاسد، من بيت الشريك، من البيت المقابل، ويقف قصادك ويقول لك انت مش هتعرف نفسك الجديدة ولا هتكتشف قوتك وحقيقتك الا من خلال الناس اللي واقفة قدامك في المواجهة وفي وشك. ولازم ولا بد تقرأ القاعدة الفلكية كويس، الدقيقة والمهمة جدا. المشتري بالنسبة لبرج الدلو بيحكم برج القوس وبرج الحوت، يعني البيت 11 بتاع تحقيق الأهداف، والبيت الثاني اللي هو بيت المال. طبخة حلوة اهي، طبخة حلوة وترددات وذبذبات جاية من حتتين إيجابيتين. المشتري بيحكم القوس البيت 11 للدلو بيت تحقيق الأهداف، والحوت بيت المال بالنسبة للدلو. طيب ايه اللي هيحصل؟ طيب يعني هيبقى هو المسؤول والحاكم الفعلي للبيت 11 وللبيت الثاني، ودلوقتي حالا وفي الفترة دي وهو بيعبر جوه الأسد اللي هو بيتك السابع، يبقى المعادلة الفلكية الكبرى والخطيرة للدلو السنة دي هي حاكم الثاني وال11 بيدخل السابع. أنا ببسطها خالص أهو علشان نفهم. طيب يبقى المعادلة العظيمة دي
المعادلة الجبارة دي في لغة المال، في لغة البيزنس، في لغة العلاقات، في لغة التعامل مع الجمهور. في البيت التاني هو بيت المال والفلوس والدخل الشهري والممتلكات والسيولة والقيمة الذاتية وصوتك، الأمان المادي، كل حاجة بيملكها الإنسان في جيبه في البيت التاني. أما البيت ال11 هو بيت الأصدقاء، بيت الجمهور، بيت الجماعات. والفرق الداعمين والمحبين والأمنيات والأحلام الكبيرة. الأرباح بتجيلك من مهنتك الأساسية، من شبكات المعارف الواسعة. البيت السابع زي أنا ما قلت هو الزواج أو الآخر أو الشراكة أو العقود، حتى الخصوم برضو الجمهور المباشر. بمعنى واضح وصريح جدا، السنة دي برج الدلو هيشوف الفلوس والجمهور الداعمين والأمنيات الكبيرة بتدخل حياته وبتدخل جيبه السنة دي من بوابة العلاقات، أو من خلال عقد، أو عن طريق شراكة مثلا جديدة. يعني بالبلدي كده ممكن الفلوس والرزق بيجولك عن طريق شريك أو عميل تقيل. ممكن الأرباح والمكاسب تتدفق عليك من جمهور، من متابعين للي انت بتقدمه إذا كان عندك محتوى. ممكن صديق قديم أو مقرب يتحول فجأة لشريك بيزنس أو شريك عمر. ممكن أمنية قديمة كنت بتتمناها من سنين اللي فاتت دي تتحقق السنة دي أو السنة أو النص الأخير من 26 والنص التاني من 27 الأولاني. ممكن تجي لك تبع عقد مثلا رسمي انت بتمضيه. ممكن يدخل حياتك شخص واصل وله نفوذ وسلطة، يفتح لك أبواب المال ويفتح لك أبواب اجتماعية محترمة. ممكن الطرف الآخر والشريك يتحول لمراية لثروتك أو قيمتك أو ما تملكه، أو يظهر لك نقاط ضعفك أو يظهر لك قوتك. سنة واقفة بتقول للدلو بملء الفم أنت لوحدك قوي وصلب أيها الدلو ومفيش منك. نعم، بس أنت ما تكبرهاش لأن الموضوع ممكن يتوسع. يعني انت كده كده هتتوسع، بس انا مش عاوز الموضوع يوسع منك ايها الدلو. طيب، المشتري في السابع مش جاي يطلب تدوب في الاخر او تلغي شخصيتك علشانه، لا، ده جاي يطلب منك انك انت تختار ذكاء وعقل الشريك اللي بيضاعف قوتك ويكبرها بدل ما يبتلعها وياخدها منك. ووجود بقى بلوتو في برج الدلو بيخلي اي علاقة تدخلها السنة دي تكون علاقة عميقة ومش سطحية أبدا. بلوتو في بيتك الأولاني عمال يغير لك في شخصيتك وفي حضورك وفي صورتك وفي برستيجك قدام الناس، حتى في طريقة نظرتك لنفسك أو تقييمك لنفسك. الدلو ما بقاش عنده أي طاقة ولا خلق يتحمل أي علاقات خفيفة أو سطحية أو كدابة أو العلاقات المصلحجية اللي تسلبه سلطته وقراره. بلوتو واقف جوه برجك ايها الدلو وبيقول لك بنبره حاسمه خليك صادق مع نفسك ايها الدلو، خليك صادق مع طبيعتك الحقيقيه ايها الدلو. حتى لو خسرت القناع وخسرت الناس المزيفه اللي حواليك، المشتري هنا في السابع بيرد عليه ويقول له والناس الآخرين هيشوفوا التغيير والنيولوك النفس الجديد هيشوفوه فيك. يعني اللي هيقرب منك أكتر هيلاحظ ده، واللي هيخاف من قوتك ويبعد فاللي هو هيحاول يعندك، واللي يحاول يختبر هيبتك، واللي يحاول يختبر سلطتك. علشان كده زاوية المعارضة والمواجهة بين المشتري في برج الأسد وبلوتو في الدلو هتكون هي العنوان الأكبر والأقوى للسنة دي كلها. المواجهة دي بتكبر وبتضخم العلاقات وبتضخم الفرص، بس بتكبر بقى ايه معاها في نفس الوقت صراع على السلطة
ومين هيمشي كلمته على التاني، ومين هيبقى غالب ومين هيبقى مغلوب. بتكبر الفرص والجواز والخطوبة والشراكة، بس بتكشف لك على كل المكشوف مين اللي عاوز يسيطر عليك ومين اللي عايز يأيد حريتك ويأيدك. بتكبر حجم جمهورك ومتابعينك، بس بتجيب لك في السكة شوية خصوم كده وشوية أعداء أكبر وأقوى. بتكبر وبتوسع العقود والمشاريع اللي معروضة عليك، ده هيبقى بالهبل موجود، بس بتطلب منك شروط عادلة ومحتاجة تدقيق. بتكبر الحظ وبتكبر الرزق من خلال الآخرين، بس بتسألك في كل خطوة هل الشخص والطرف الآخر جاي يرفعك لفوق ويدعمك، ولا جاي يضايقك ويحاول يمتلكك هو ويلغي شخصيتك. في لغة الفلك القديمة الخاصة ببطليموس، المقابلة والمواجهة بين الكواكب مش معناه شر مطلق، لا، ده معناه ظهور الأمر بوضوح من الجهة التانية لك. المقابلة لك يعني كل حاجة كانت مستخبية في الداخل بتخرج وبتبان قدام عينك. الدلو مع بلوتو شايل في داخله نار تحول نار تحول صامتة بقالها كتير بتطبخ. فلما دخل المشتري او لما يخش المشتري برج الاسد، النار دي بتخرج على هيئة علاقات جديدة، قرارات مصيرية، مواجهات حاسمة. ممكن الدلو كمان السنة دي والسنة اللي بعدها يقابل شخصية تقيلة جدا وليها هيبة وكاريزما وحضور طاغي في المجتمع. ده ناس نافذة، يعني هيتقابل مع ناس نافذة في المجتمع. ممكن يدخل شراكة بيزنس تغير مجرى حياته كلها. ممكن يواجه خصم، ممكن يواجه منافس قوي جدا في العمل في الشغل بتاعه، بس الخصم ده من غير ما يقصد كده هيكشف للدلو نقاط قوته وجدارته. ممكن علاقتك بالناس كلها بره تبقى اكتر وضوح واكتر صراحة، وممكن السنة دي تعرف اخيرا وبدون اي شك من واقف معاك بقلبه ومن بيلعب ضدك من ورا ظهرك. وهنا بقى ايها الدلو لازم نجمع بين الفخامة والوجاهة وبين الحذر الشديد مع بعض الناس. المشتري في السابع ممكن يديك شريك حياة، ممكن يديك شريك عمل كريم جدا معاك، معطاء، ابن أصول، صاحب مكانة مرموقة في المجتمع، أو علاقة ممكن تشيلك دعم اجتماعي أو مادي محترم. بس وجوده بقى في برج الأسد ممكن كمان يجيب لك شخص مغرور، عشان الأسد بيحب دايما يكون هو محور الانتباه والاهتمام. عشان المشتري في الأسد كرامة، فخامة، غرور، كوكب التوسع، كوكب التضخيم. فلو في خصم ممكن هيبقى شديد عليك، فأنت لازم تكون حذر من المواجهات اللي هي تقدر تستثمرها. ممكن يطلب منك الاعتراف بجميله طول الوقت ويبقى عايز حد يشكر فيه، انت ما عندكش مرارة تقعد تشكر فيه وتطبل له مثلا. فانت خليك واعي للحاجات دي. الخصم ده او الاخر او اللي هيبقى في المواجهة، سواء شريك البيت، هو عايز يركب ويمسك هو القيادة والدفة، وانت بقى معاه عندك بلوتو في بيتك الاولاني. مستحيل تقبل تكون تابع لحد ايها الدلو. الدلو بقى مش هيقبل يبقى تابع، مش هيقبل يمشي ورا حد وهو مغمض عينه، لا. علشان كده العلاقة الناجحة والعلاقة الذكية السنة دي ايها الدلو هي العلاقة اللي بتقوم بين قوتين متساويتين وراسين في العقل، مش علاقة ما بين سيد وتابع، مش هيحصل. الدلو مش هينحني للشريك الآخر مهما كان فخم، مهما كان بيحب الثناء، مهما كان مغرور، لا، هو برضو الدلو عنده دماغه وهو راجل متحرر وما يحبش حد يسيطر عليه.
علاقة لازم يكون فيها الاحترام المتبادل واضح وصريح، الحدود متسترة بالمسطرة، المصلحة والخير رايح وجاي بين الطرفين. أما لو كانت في علاقة قديمة أو جديدة قايمة على التلاعب أو على شد الحبل أو الغيرة القاتلة أو محاولة السيطرة والترقيع، فإن مواجهة المشتري لبلوت السنة دي كفيلة إنها تفركشها وتكشف المستور بقوة وعلى العلن. كل المستخبي هيخرج هيدلو، هيلاقي الدلو نفسه مضطر ياخد قرارات حاسمة، إما يعيد بناء العلاقة من جديد ولازم تكون على قواعد صريحة ونظيفة، وإما يلم حاجته ويخرج من العلاقة دي فورا، لأنه ببساطة ما بقاش الشخص القديم الضعيف، الراجل المسالم ما عادش منه. ده هو كان حمادة اداله بقى حمادة تاني، هما الاتنين حمادة، بس في حمادة شكرا وفي حمادة جديد. طيب ما عادش هيسكت الدلو وما عادش هيطنش الدلو وما عادش هيعدي حاجه بمزاجه، علشان المركب تمشي من ناحيه الجواز ومن ناحيه الارتباط ومن يمه العاطفه. هتتغير وهتعتبر السنه دي فوق الممتازه لك ايها الدلو، وهتكون سنه قويه جدا. المشتري في البيت السابع هو من اقوى واجمل الدلالات الذكيه والفلكيه على دخول شخص مهم جدا في حياتك ايها الدلو، وهيحصل كمان توسع وهيحصل تطور كبير في علاقتك الحالية، او كتب كتاب او جواز او ارتباط او عقود شغل او عقود عمل او شراكة او خطوبة رسمية او مصالحة كبيرة بعد زعل ممكن وارد، او انتقال العلاقة لمستوى ارقى واوضح بكتير. بس وجود بلوتو في الدلو هيخلي الحب السنة دي عميق جدا، مصيري جدا، مشحون بالمشاعر الجياشة، مش حب خفيف ولا لعب عيال ولا قشرة كده وخلاص، لا، حب من النوع اللي بيغير ابن آدم وبيشقلب كيانه، شخص يدخل بدنيتك فيحرك جواك مناطق نفسية عميقة كانت ميتة بقالها سنين، علاقة تخليك تشوف قوتك وتخليك تشوف ضعفك على المكشوف، أو شراكة عاطفية بتقولك بوضوح يا إما تدخل العلاقة دي وانت ناضج وراسي ومسؤول، يا إما بلاش منها من الأساس